السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الهنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. مادام انتوا بخير انا هكون بخير. ما ننساش نفعل زر الجرس وتشتركوا عندي اللي اول مرة يشوفني. واصبري شوية، ما تستعجليش وتقلبي الفيديو. اصبري شوية، اسمعيني، اصبري شوية عليا. ابني هيصبح عليكي. ازيكم احلى متابعين. احلى متابعين في الدنيا واحلى جمهور. احنا جمهور. كنت هنسى، مش عايزاكم تمشي. اصبري ما تمشيش. نصلي على النبي الاول. يا رب كل اللي نفسه في امنيه ربنا يحققها له ويديها له اضعاف مضاعفه يا رب. كل اللي عايزاه مني ان انت تشتركي عندي وتفعلي زر الجرس وتتفرجي لي ولو على اعلان واحد. من فضلك اتفرجي لي على اعلان واحد، من فضلك اتفرجي لي ولو على اعلان واحد. وحتى اعتبريها يعني تصدقي على اختك كده لما تلاقي نفسك قاعده زهقانه وعايزه ادخلي قولي والله لا راح عند البت انتصار دي واتفرج لها على اعلان اكسبها ثواب. عشان يجمعنا ربنا يوم القيامه ان شاء الله في الجنه مع بعضينا. النهارده بقى انا هعمل باميه. ثواني هوريكم. بصوا، باميه. كيلو الباميه ب50 جنيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كيلو الباميه ب50 جنيه. كيلو الباميه عندنا في الوادي الجديد ب50 جنيه. المهم يا حلوه، تنقي الباميه صغنونه كده زي صوابعك الحلوه، صوابع الموز المغربي دي، تقمعيها تقميعه حلوه كده اهو عشان تعملي احلى شويه باميه. تمام. والثوم الجميل لان الباميه تحب الثوم. فصصي توم كده، كميه توم معتبر عشان هنعمل ملوخيه خضراء كمان. ماشي. ومع الملوخيه الخضراء لازم طبعا ايه؟ البتنجان المخلل والفلفل البلدي الحراق المولع كده، يولع قلب عدوك يا رب، يولع قلب عدوك يا رب، يصحانه صحن كده يا رب ان شاء الله. واللحمه بقى يا جماعه، بصوا اللحمه، يعني انا مش عارفه انا بيضحك عليا ولا ايه. قدامي اللحمه جميله وحطها لي في الشنطه النهارده الجمعه، ممتازه ما فيهاش دهن. اجي هنا الاقي كميه دهن، انا مش عارفه بيلفها بطريقه معينه. اجي هنا في البيت كل مره تتعمل فيها الحركه دي، على الرغم ان انا لسه عندي لحمه في الثلاجه من الضحيه، بس كسلت لسه هطلعها وتفك، فقلت يا بنت اشتري كيلو طازه. وادي اللي حصل بقى، طلع كله دهن. المهم عايزه اقول لكم على حاجه وارجع دول مكانهم. انا بالنسبه لي لما باجي بعمل اللحمه مش بسخن الميه، اغلي الميه وبعدين اعملها، لا. صدقيني جربي الطريقه دي وشوفي، والله العظيم قسما بجلال الله هتعجبك الشوربه جدا جدا، لان انا في الطبيخ طباخه، والله طباخه تمام يعني. ماشي. فالميه ما تبقاش سخنه. ماشي. ونبدا ننزل بايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ننزل بيه، تعالوا معايا، باللحم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا رب كل اللي نفسه في امنيه يا جماعه يا رب يحققها له ويديها لكم اضعاف مضاعفه يا جماعه. يرضيكم في اولادكم وفي نفسكم. يا رب نجح عيال الثانويه العامه يا رب، يا رب نجح عيال الثانويه العامه. يا رب برد قلب الام والاب يا رب اللي شيانين يا رب. دول هعملهم في السبانخ. كنت عايزه اعمل السبانخ في الباميه. وبوريكم بقى انا بعمل الدريسنج بتاع اللي هو البصل والحاجات اللي بنحطها للشوربه. احنا عندنا هنا في الوادي برضو يا بندقها في الهون، والله العظيم بتبقى جميله، يا بنضربها في الكبه الاسهل ليكي. هنا برضو كم من فص ثوم ناشف كده قلت احطهم مع الشوربه. بصوا بنضربها كده، طماطمايه، قرن فلفل اخضر، حبهان، مستكه، ورق لورو، كل التوابل اللي انت عايزاها. الشوربه تحب التوابل دي. انا في الشوربه عشان انا دايما ضد فكره التوابل الجيل الثالث دي، بس الشوربه لازم يبقى فيها كده. بصوا وبعملها والله ريحه جميله 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 جميله، اقسم بالله يا جماعه ده ريحه دي بس. يعني بصل يا جماعه، صلى على النبي، وفصين توم، فص مستكه، فص حبهان، حبه فلفل، حبه كمون، حبه كزبره. اضربي كله مع بعضه. معلقه سكر، مش معلقه سكر، معلقه سكر بتاعه الايس كريم. عارفين معلقه الايس كريم؟ هي دي معلقه سكر بتاعتها. نحط بقى كده اهو فيه بس.
نقلبها. مش عارفه الصوره هتبقى حلوه ولا ضلمه. ونقلبها كده تمام. نسيبها تاخد وتدي بقى مع نفسها. احنا كده خلصنا الشوربه. خلصنا ايه؟ الشوربة. قول لهم لايك واشتركوا في قناتي. لايك بقى واشتركوا في قناتي. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ايوه ما تنساش تفعلوا زر الجرس يوصل لكم كل جديد. اسمها قناتي يوميات هاني وانتظار. اشتركوا الهاني والنبي. عايزه افعل له قناه اكبرها كده شويه يعني. عشان انا لسه قناتي لسه صغيره صغنونه خالص. يرضيكوا بالذمه قناته لسه صغنونه. بيشتكي لكم الولد يعني يرضيكوا كده؟ لا. ما يرضيهمش. هم هيشتركوا لك يا حبيبي. المهم ربنا يشهد والله يا جماعه. انا لما بطلع معاكم بطلع بطبيعتي. انتصار هي دي والله. انا ما احبش الكآبه ولا القعدات الكئيبه. اجماليا نسيبكم من كل الحوارات. صباح الهنا وصباح الخير عليكم. دلوقتي الساعه 10. النهارده جمعه مباركه عليكم. يا رب يرضيكم ربنا بنعم الله. يا رب تكون جمعه مباركه بجد عليكم. مش عارفه ليه دايما لما باجي بتجيلي شرقه غريبه. المهم صباح الخير ويصبحنا ويصبحكم ربنا بنعيم الله يا رب. هنبدأ يومنا وخليكم معايا وما تزهقوش. ما تنسيش تتفرجي لي على اعلان واحد بس او اعلانين او 3. انا لسه امبارح على فكرة انا بدأت احاول ان انا اطور من شكل الفيديو. بقيت بحاول ان انا اشوف الكاميرا ازاي وضعها ازاي. يعني انا هنا فاتحة الشباك دوا علشان خاطر يرمي اضاءة عندي شباك المطبخ. فربنا يرضينا ويرضيكم يا رب ويصرف عنا وعنكم الامراض والعاهات والاوجاع والهم والغم وكل حاجه. يرضيكم ويفرح قلوبكم لما تنطوا كده من كتر الفرح. خليكم برضه مش عارفه حكايه الشرق. هتقولي لي مش متعوده على الكلام وعلى الرغي. اصل انت طيبه قوي. شكرا ليكم يا غالي. هنبدا بقى نعمل ايه البقى. بصوا حبه سمنه كده حلوين. بصل بس قطعي البصل كده. ربنا يقطع قلب عدوك يا رب. شحتفه وشحتفه يا رب. قولوا امين. كل اللي ليه عدو ما تقعدوش تقولوا لي ما تدعيش. انا ما بدعيش. اصل دول جربنا نقول اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وكل حاجه فيهم. فدلوقتي بندعي عليهم. يلا. المهم مننساش نصلي على النبي. ولو حد وصل معايا لحد هنا خليكي معايا شويه في الفيديو عشان خاطر واعملي لي لايك عشان اللايك ينوبك ثواب يروح لغيرك. لايك في الخير واعلان واحد في الخير. اعلانين في الخير ينوبكوا ثواب فيا. الدهن بقى شوف قد ايه كميه دهن انه لله. ده غير اللي اتحط في الحل. امي فصصت لي توم تاني. ايش التوم؟ السله هنا. بصوا الجمال. بصوا المنظر لسه من قبل بس ما نعمل. بصوا يا جماعه. بصوا الحلويات. بصوا الطعام. ربنا يرضيكم يا رب. يصرف عنكم الهم يا رب. ستوب وارجع لكم تاني. اوعوا تمشي. اوعوا تمشي. امي بتسلم عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين. انتصار. اشتركوا عند انتصار. انتصار حبيبتكم. انتصار حبيبتهم.
ماشي اهو. يلا لايك عشان، يلا يا جماعة لايك عشان خاطر امي. فوق. خليكم معايا. فين؟ اتفضل. لايك ليا انا. تعالى هنا عشان يشوفوك. لايك هاني. لايك ليا انا. احلى لايك هاني يا جماعة. ايوه. بس ابص اوريكم. بصوا الجمال، والله والله العظيم يا جماعة، ريحة بس البصل وهو بيتحمر، لأن الطبيخ ده نفس وحب. روعة روعة الروعة. بصوا الجمال، بصوا بصوا الحلاوة، بصوا هاني، بصوا هاني قلب يا شيف هاني. اتخضيت ليه؟ شيف هاني أحلى شيف. لايك بقى لأحلى شيف. وعارفين لما نيجي نتغدى أنا هقايس وهطلع أمي معايا، وربنا يستر مفيش حد من اخواتي يقعد يقول عملتي كده ليه. خليكم معايا لما نيجي ناكل هنطلع ست. ايه رايك يا هاني؟ ماشي، خليكم معايا بقى. احلى ناس والله العظيم، انا ما بقولها اسطوانات، قسما بجلال الله. انا ربنا بعتكم ليا رحمه والله العظيم. انا دايما بقولها، انا جت فتره بقيت حاسه ان انا نفسي في شويه اهتمام، نفسي حد يهتم بانتصار، يسال عنها ازيك عامله ايه وحشتينا. لما نزلتها في منتدى في ناس افتكرت ان هي لا، كلمه وحشتيني وازيك مش لازم تكون من راجل لواحده، ناس من اهل اصحاب جدعه، مش ناس غلويه وناس صفرة وناس عايزاك ان انت تقعي، وناس عايزاك ان انت تتعطلي. مش يعني في المجمل في الحياه اللي احنا عايشينها. المهم بقى تعالوا نحط بقى ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، التوم بقى، التوم بقى وشموا الريحه يا اختي. اكاد من فرط الجمال ادوب. يا لهوي على الريحه، يا لهوي على الريحه، يا لهوي يا بنتي، يا قنص يا قنانيسو. واللي وصل معايا لحد هنا يقول الله ينور عليك يا قنص. انا ابويا الله يرحمه كان يدلعني يقول لي يا قنص. قولوا الله ينور عليك يا قنص. اللي وصل معايا لحد هنا الله ينور عليك يا قنص. ريحه يا لهوي على الجمال. لسه بقى اهم تركايه في الباميه انك تصفي الطماطم، ما تحطهاش كده ببذرها ولبشها خليكم اوعوا تمشوا. تعالوا بقى بصوا روعة الروعة. بصوا ده السمين اللي كان فيه. هحط بقى المصفى ونصفي الطماطم. اختي ما بانش حاجة. صفي الطماطم. ده برضو مش هرميه، حرام. ربنا قال لنا ايه؟ نحطه في الشرب.
والله الحاجات اللي انا بعملها دي يا جماعه بتدي الاكل طعامه، جربوها. نسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها زي عدو كده، يهري وينكت في بعض ان شاء الله. ربنا يهديه. الباميه وحطيناها وغطيناها ان هي تستوي، تتسبك، سوري تتسبك. هنعمل بقى، بصوا ده، ثواني بظبطه كده عشان يبقى شكله حلو. ده مكان ضرب الطماطم، حطيت توم من جوه، وهعمل حاجه اسمها باميه خضراء اللي هي باميه بالشوربه، ماشي؟ هتقولي لي بتعمليها ازاي؟ هقول لكم. بصوا اهي الباميه، والباميه لسه نيه. انا بضربها الاول، بضربها في الكبه واحطها تستوي على طول، كانك بتعملي ايه ملوخيه، زي الملوخيه كده يعني لما تخرطيها. اسهل ما انا اقطعها وبعدين اجيب مفرك وافضل افرك. بصوا خليكم معايا، انزلوا معايا، معلش نزلتكم بس عشان تتفرجوا. هو ده نجوم بيقدم الظهر؟ لا لسه على الظهر بدري. الساعه كام؟ شكل. الساعه كام كده؟ بص بص في تليفونك. ده ايه ده؟ بتاع اللذيذ بتاع الباميه ده. كام يا روحي؟ الساعة 9:49. 9:49 دقيقة. طيب لا يا يوسف، لا 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 اكيد كان شوية 10. ده لسه بدري. لسه بدري بدري، احنا بنطبخ براحتنا. ارجع لكم، رجعنا لكم تاني هنضربهم. بص في الكتف، هنضربهم. ضرب هيبقى متقطع يا جماعة، مش بصوا كده 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 زي الملوخية بالظبط، بس انا الملوخية بخرطها، يعني انا كانتصار بحب الملوخية متخرطة كده 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 يا جماعة. ريحتها جميلة جميلة جميلة. المفروض نحط فيها فلفل حراق، ريحتها تحفة. شامل. ودي لسه ما اتطبختش بالثوم بقرن فلفل، عشان هاني فلفل رومي مش حراق، عشان هو مش بيحب الحراق. والله يا جماعة ريحتها. واغطيها لحد ما الشوربة عندنا نقول عليها الشوربة تبقى صادقة. معنى صادقة يعني ايه؟ يعني طعمها حلو، خدت من مرقة الايه اللحمة والشوربة خلاص جاهزة للأكل. ودي البامية اللي انا هعملها بالصلصة، صغنونة وجميلة ازاي. شوف صغنونة زي صوابعكم الحلوة دي، متنسوش بقى صوابعك الحلو ده وتعملي لي لايك. احلى لايك منك اؤمر. هتعملي لي بامية بس؟ بامية بس؟ بامية ولحمة ورز وملوخية. اعملي لي بامية ولحمة ورز. طب تعالى اقول للمتابعين انا هاكل لحمة، عشان لو ما كلش يا جماعة تزعلوا منه. قول لهم انا هاكل يا جماعة لحمة اهو قدامكم، قال هاكل لحمة، عشان يا جماعة لو ما كلش هتزعلوا من هاني ومش هتشتركوا عندي. ومش هتشتركوا عندي. يلا ناخد صورة، يلا ناخد صورة. استنى ناخد صورة، مش عارفة ناخدها ازاي دي. استنى 3 2 1 يلا 3 2 1 يلا هنشوفها بعدين. صغنونة في الاكل. توابل ما بحطهاش مع الصلصة، لان لما بتيجي تحطيها مع الطماطم بتستوي ريحتها بتروح. انا بحطها اول ما اجي احط البامية نفسها عليها عشان تبقى ريحتها جميلة. مش عايزة تكبر ازاي؟ مش عايزة تكبر يا بنت، يا بنت اعملي يا بنت، مش عايزة. المهم يلا بينا نحط التوابل. بصوا بقى دي كده بنحطها كده اهو. بسم الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول
في قرن كبير ما شفتوش كنت عملته مع الباميه الخضراء. كان في قرن، سمعتوني؟ اكيد سمعتوني. هحط بقى التوابل دلوقتي. برضو ما نردمش الاكل توابل يا جماعه، توابل مش توابل اكل يعني توابل مع ربنا سبحان الله خلق البني ادمين دول لهم تفكير. اللي عمل معلقه الشاي ده عارف كويس قوي مقدار الشاي، ما عملهاش للاكل ومعلقه الاكل ومعلقه التوابل، فمعلقه التوابل ما نزودهاش. حبه كمون بقى، شوفوا الكمون جميل ازاي. انا مش عارفه ليه انا مدمنه ريحه الكمون بجد. بصوا وهي دي التوابل انا بتاعتي. انا بالنسبه لي كده خلاص، فلفل اسود وكمون للباميه. الباميه شويه كزبره برضو لما نيجي نطفي عليها مع، انا الباميه بعمل لها طشه زي الملوخيه، بحمر لها تومه بتاع دوت بكزبره بكزبره وطشها. خلي نفسك حلو وبالك طويل، وسمي الله دايما واذكري الله واشتركي عندي وفعلي زر الجرس وشوفي لي اعلان 2 3 على قد ما تقدري. نوبك سوف فيا احبكم. ما يضرش برضه يا اختي. بصي سكر للباميه، حبه سكر للباميه يا جمال الباميه بالسكر. هنعمل احلى شويه ملوخيه، احلى شويه ملوخيه لأحلى هاني وأحلى متابعين. ولو طول أقول لكم المصحف تعالوا كلوا عندي العمل، والله العظيم قسما بالله يا جماعة. بس ما تنسوش لايك وشير واشتراك والحاجة التانية اللي مش عارفين نحفظ اسمها ديت، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بخلط الملوخية، أنا على قديمي بخلط الملوخية، قرنين فلفل كده حلوين معتبرين، 3 فصوص توم. بسم الله، نبدأ بالصلاة على النبي. طبعا هي ملحقتش انها تنشف، بس مش مشكلة ولا يهمنا ولا يهمنا. ونعمل ايه بقى؟ تعالوا معايا كده ونبدأ نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونسمي الله. بسم الله. كل على فكرة تخريط الملوخية يا جماعة بتخرج الطاقات السلبة، وحطي حبك للعيال في الملوخية وانت بتخرطي، قولي يا رب يا عيالي تاكلوا وتتهنوا، يا رب تسعدوا، يا رب تكونوا احسن جيلكم، يا رب يصرف عنكم ولاد الحرام وبنت الحرام والشر اللي ما تطيقوا شره. وانت بتخرطي كده ادعي واذكري الله وسمي الله، لا اله الا الله. ما ينفعش نصلي على سيدنا محمد، على الحبيب، حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا حبيبي يا رسول الله. عشان بعد كده تقولي للعيال يلا يا ولاد فقرة خلق ليفترس، تعالوا كلوا. ماما بتتقطع في الملوخية. ليه بتتقطع في الملوخية؟ ليه بقطع في الملوخية؟ ليه؟ عشان نتعشى وناكل ونحمد ربنا. اللي في الحوض ده يا جماعة البواقي بتاعت الاكل، قشر البصل وبس بحطه تحت منه بتاع عشان يصفي، ومكان تقطيع البامية مع البامية وكل الحاجات دي. ليه؟ عشان احطهم للفراخ بتاعتي.
جامد يا روحي. حاضر يلا يا جماعه. بصوا هاني بيخرط الملوخيه، يا جماله يا جماله، تشجيع على هاني. يلا شطوره، جدع يا اخويا، برافو، الله اكبر. شفتوا الجمال يا ناس؟ شفتوا الحلاوه؟ شفتوا الجمال؟ اديها ادي يا معلم، احلى شيف في الدنيا. لا قولي لهم لايك للشيف. لايك للشيف بقى. انت قول لهم، بص لهم كده وقول لهم لايك يا جماعه. لايك يا جماعه. الله، قول لهم انا تعبان في الاكل اهو. انا تعبانه اهو في الاكل بقى. شفتوا ماما مشقياني. مشقياني يا روحي. حلو. خلاص تعبت، اكمل انا. شكرا. خلصت تخليط الملوخيه، ولحد ما اجي اعملها يا جماعه بكورها كده في النص، واقوم ايه مغطياها عشان ما تسودش. تمام، عشان ما تسودش. وده بقى بنضف الصينيه كده. هنعمل بقى الطشة للملوخية. انا الطشة للملوخية بعمل مرتين، مرة بحمر واحط الشوربة واحط الملوخية، ومرة الطشة الاخيرة اللي هي بتاعت خليكم معايا. يلا بسم الله. ما نبخلش في السمنة عشان تبقى حلوة كده وعاملة. نحط فيها ايه؟ توم. نحط فيها توم. اجيب توم فين؟ اهو ادوق التوم. دق التوم. لايك بقى هاني عشان التوم. عسل يا روح. والله ما اقولكوش على جمال الريحه. ريحه الاكل بتاعي تحفه، يا ريت تيجوا عندي، يا ريت. اهم حاجه نصفي الشرب.
مش باينه. بصوا كمان، بصوا الحلاوه، بصوا 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 بصوا. ده لسه ليها طشه تاني. بصوا يا جماعه، انا حطيت التوم يتحمر ومهديه عليه خالص 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 عشان تتحمر كده بروقان. بصوا بقى التركايه اللي انا بعملها فيها عشان تسمعي صوت الطشه. لا اله الا الله تسمعها. هعمل ايه؟ ايوه الطاسه نظيفه بتاعتي، بغسلها من تحت وبحط كوب واحط الطاسه معاها تعمل بحبكم في الله. الملوخيه والباميه زي ما انتم شايفين عملتها، اديتها ربع تسويه. الباميه هبدا احط فيها اللحمه واسيبها بقى تستوي براحتها، واعمل على العين التانية، عين البوتاجاز اللي هي والعه دي، الرز. خليكم معايا. لهم الملوخيه، اوعى حد يغطي الملوخيه يا جماعه. اوعى حد يغطي الملوخية، عشان لو غطيت الملوخيه هتسقط، تقع. عشان ايه؟ لو غطيت الملوخيه هتسقط. لو غطيت الملوخية هتقع كده. ايوه لحد ما تبرد وبعدين تغطيها نص غطا. لحد ما تبرد تحطيها نص غطا. انا عارفه الفيديو المره دي هيبقى طويل، بس ساعدوني واتفرجوا لي على اعلان 2 3 4 من فضلكم يعني. مع بعض الباميه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، الباميه الخضراء. برضو هنصفي الشوربه. بصي عشان تعملي الباميه الخضراء ويبقى لونها حلو اخضر ما تسود ما تحمرش في الطبيخ، نص ليمونه حلوه ناقصه.
هاخدكم هناك، يا رب الصورة تبقى واضحة. هعمل البامية دي والبامية الحمراء طشة. بصوا ماما وهي بتطبخ. حبة كزبرة، بصوا اللحمة. بصوا البامية، الملوخية والرز. الملوخية عملناها اهي، غطيناها خلاص. والملوخية خلاص. يلا بينا بقى على الرز. يلا بينا بقى هنعمل الرز اللي هو حبة وحبة، حبة وحبة، حبة فوق وحبة تحت. هتقولوا لي بتحطي سمنة كتيرة جدا، مش كتيرة ولا حاجة يا جماعة، لأن لسه الرز ده بقيته هغسله واحطه تاني عليه واقلبه شوية، فمش هيبقى كتير. حبة كزبرة ناشفة على الرز وهو بيتحمر، والله هيخليه يروح في حتة تانية خالص طعم الرز.
لايك ليه. الغدا بتاعنا النهارده اخيرا. بصوا الرز جميل ازاي، بصوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مغطيه باميه باللحمه، بصوا الباميه جميله ازاي، بصوا. هنا اللي هي الباميه اللي بقولكوا عليها، الباميه احنا بنقول عليها براني، هنا احنا بنقول عليها براني، اللي هي باميه بالشوربه. ودي الملوخيه، بصوا خضرة وجميله ازاي. ودي اللحمه، اللحمه انا بحب احط في الشوربه طماطم كتيره، وطبعا المفروض ان انا كنت اعمل بتنجان مخلل، بس بامانه التوم عندي خلص في المطبخ هنا، لان انا توم شايلاه ورا في الجنينه والدنيا حر فكسلت، قلت مش مشكله بقى. المهم شكرا ليكم، وربنا يجمعنا بيكم دايما في الخير، وما تنسونيش دايما باللايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وتفرجيلي ولو على اعلان واحد من فضلك. شكرا.